اول حاجه عايزين نعملها ان احنا ندرك المشاكل اللي عندنا ونبدا نخطط علشان نحلها. بس خليني اسالك سؤال، يا ترى ايه حلمك؟ ايه الحاجه اللي نفسك تحققها اكتر من اي حاجه تانية في حياتك؟ ايه اللي نفسك تحققه دلوقتي حالا يخلي حياتك تتحسن؟ ايه اللي نفسك تحققه حاجه شداك انك مش عايز تحققه؟ هل يا ترى في حاجه ممكن تحققها ولو حققتها تحسن حياتك بحالها؟ هل في حاجه عاوز تتغير فيها لكن في حاجه موقفاك لغايه النهارده؟ في حاجه مخوفاك؟ كل واحد فينا حاجه من الاثنين، يا اما عايش حلمه يا اما عايش في الخوف. طالما عايش ما تعيش احسن حاجه. طالما بتاكل كل اكل كويس. طالما اتنفس صح. عايز تتعلم النجاح، اقرا في النجاح. عايز تتعلم السعاده، اقرا في السعاده. احنا محتاجين لاحلامنا، محتاجين احلام اليقظه، محتاجين احلام النهار، محتاجين احلامنا، لان اي حاجه في الدنيا احنا متمتعين بيها النهارده كله كان حلم حد في يوم من الايام. فالنهارده لما تيجي انت عندك حلم، انت ايه اللي موقفك؟ ايه اللي مخوفك؟ تعرف معظم احلامنا فين؟ تفتكر فين؟ معظم احلامنا في المقابر. الناس بتموت وتاخد معاها احلامها. عنده احلام رائعه، عنده افكار في منتهى الروعه ياخدها معاه في المقابر. يعني ايه طيب حلم؟ الحلم ده عباره عن ايه؟ الحلم ده عباره عن امكانيات، عباره عن فكره، عباره عن قدرات، عباره عن باب الامل، عباره عن احتمالات. فالواحد اللي ما عندهاش حلم بيموت. في الحياه امل، لولا سعه الامل لضاقت الحياه. عايزكم تعرفوا معايا ان نافوره الامل لا تنتهي. في نوع من الناس ما هوش عارف حاجه، تقول له انت عندك اهداف عندك احلام يقول لك لا. الصنف الثاني عارف هو عايز ايه بس مش عارف يعملها ازاي. الصنف الثالث عارف هو عايز ايه وعارف يعملها ازاي وعارف يعملها امتى، لكن غير معتقد في قدراته. ايه اللي موقفك؟ مين موقفك او ايه اللي موقفك؟ ما انت من غير احلامنا مش ممكن اطلاقا نتقدم، لان الحلم هو بدايه التقدم والنمو في حياتنا. معنى كده مش هنقابل تحديات للصبح، هتقابل تحدي اكتر مما تتخيل. التحدي ما جاش في حياتك عشان يتعبك، علشان يعلمك، علشان ياخدك في المرحله اللي بعدها من رحله حياتك كنا عندك قوه اكتر من اللي انت فيه النهارده. كان تكون مقتنع وعندك اعتقاد ومتوقع ومتفائل. لو قلت اللي انا عاوزه وهوصل له توصل له. انت مش عنوانك، انت مش شكلك، انت مش وزنك، انت مش جنسك، انت مش اسمك، انت مش قلق ولا اكتئاب ولا احباط. انت معجزات في معجزات ليس لها حدود. وافتكر ان الشتاء هو بدايه الصيف، والليل مع انه جميل هو بدايه النهار، والتحديات هي بدايه القوه الذاتيه، والتفاؤل هو بدايه الخير، والامل هو بدايه الروعه. عشان كده عيش كل لحظه بايه؟ بحبك لله سبحانه وتعالى. عيش بالتطبع باخلاق الرسول. بعد كده عيش بالتفاؤل، عيش بالكفاح، عيش بالامل، عيش بالفعل، وعيش بالحب، وقدر قيمه الحياه.